بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا عن العدس الأصفر هنعمله بطريقة جميلة جدا من غير سلق خالص. هنعمله كده بطريقة التشويح على الطريقة التركية مع تكات مصرية. كمان هتقدري بقى، عايزة تفتيه، عايزة تغمزيه، عايزة تاكليه بأي طريقة، الطعم بتاعه في منتهى الجمال. المقادير بتاعتنا عبارة عن جزرتين. اول حاجة بتقشري بس كده الجزر بتاعنا، بعد كده بتبتدي ان انت تقطعيه كده حلقات، وكده خلاص احنا قطعنا الجزرتين. كمان بيكون معانا حبتين من الطماطم، برضو هنقشر كده الطماطم زي ما قشرنا الجزر بالظبط. بعد كده هتبتدي ان انت كمان تقطعي كده الطماطم لمكعبات، اي تقطيع بقى مش مشكلة، كبير صغير مفيش اي مشكلة. كمان كده احنا قطعنا كمان الطماطم. كمان هنجيب 3 فصوص توم كبار، وهنبتدي كده بردك نديها كده تخريطة، نقطعها كده زي حلقات. كده بتجهزي كل خطواتك تكون معاكي كده عشان تبقى الامور معاكي سهله وانت بتشتغلي. معانا بصلايه متوسطه، ببتدي كمان ان انا كده اقطعها. عايزه بقى تقطعيها مكعبات، تقطعيها ترانشات، تقطعيها مكعبات كبيره صغيره، ما فيش مشكله. كده كمان احنا قطعنا البصله بتاعتنا. يبقى المكونات بتاعتنا عباره عن جزرتين، بصلايه متوسطه، 3 فصوص ثوم، وحبتين من الطماطم. هتجيبي حلة وتحطيها على النار، بتنزلي بربع معلقة من زيت نباتي، وتنزلي كده بمعلقة من السمنة البلدي أو الزبدة، وبتنزلي بالبصلاية. وهنبتدي هنا نشوح البصلاية كده على النار، بنديها كده رشة بسيطة جدا من الملح البصلاية. وتبتدي عايزين بقى النكهات بتاعة البصلة كمان تخرج كده منها، ونحس ان هي ابتدت تدبل معانا كده شوية. هنبتدي ننزل بفصوص الثوم، 3 فصوص الثوم، وهنسيبهم كده كمان ان الثوم يخرج النكهة بتاعته مع البصل، ونحس ان هو كده الامور كلها كده اشتغلت مع بعضيها وابتدت الروائح بتاعتها تطلع. بعد كده بننزل بالطماطم، وبنقلب كل المكونات كده كويس مع بعضها، احنا عايزين كل ده يتنكه مع بعضه. بنزل كمان بالجزر، وهنبتدي كمان نقلب كل المكونات كده كلهم مع بعض. كده انا عايزة كله يتنكه كده مع بعضه. واهم حاجة ان كل حاجة هتبقى بالقرشة بتاعتها، احنا ما خليناش البصل يحمر عشان ما يبقاش حامي معاكي العدس وانتوا بتاكلوه. هدي رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود، رشة من الملح، نص كده معلقة صغيرة من البابريكا الفلفل الحلو، ومعلقة من الصلصة. كمان هضيف مكعب من المرقة، وده اختياري، حابه تضيفيه مفيش مشكله، حابه تشيليه مفيش مشكله. انا هنا ما عنديش شوربه فانا هزود ميه، عشان كده انا حطيت مكعب المرقه. انما لو عندك شوربه لحمه او فراخ تقدري تضيفيها، هتدي طعم ونكهه حلوه قوي كمان للشوربه بتاعتنا. بسيب كده كله يتنكه كده مع بعضه وياخدوا النكهات كده مع بعضيهم كويس. في الوقت ده ببتدي ان انا اغسل العدس الاصفر، تغسليه مره واتنين وتلاته لحد ما الميه بتاعته كده تبقى نضيفه خالص، بتحطيه على مصفى لحد ما العدس يصفي الميه بتاعته. خلاص كده بقى هبتدي ان انا انزل بالعدس، وهبتدي كده بقى ان انا ادي تقليبه كده للعدس مع المكونات بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. في الوقت ده بكون مشغله الكتل على ميه سخنه، عشان انا هنا لازم ازود ميه سخنه. لو هتزودي شوربه يبقى هتزودي شوربه سخنه. خلاص هو كده حلو قوي. هبتدي ان انا كده انزل بيه الميه السخنه، وهنا الميه بتغطي المكونات بتاعتنا. يبقى انت هنا الميه يا دوبك بس بتغطي المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هنسيبهم كده ياخدوا كده غلوه على نار عاليه، بديهم تقليبه. بعد كده هبتدي ان انا اهدي النار وهغطي العدس وهسيبه لحد ما يبتدي يشرب الميه بتاعته. هو خلاص كده شرب الميه بتاعته، يا دوبك فيه سوائل بسيطه جدا، وكده كل حاجه بقت مستويه وزي الفل. هبتدي ان انا اطفي عليه النار، وهسيب العدس كمان يهدى شويه. مش هضربه على طول كده بالخلاط، لازم اسيبه يهدى عشان ما يبوظلكيش الخلاط بتاعك.
هبتدي ان انا بقى كده اعبيه في شفشق الخلاط، وهبتدي كمان ازود له كوبايه من الميه، كوبايه كبيره من الميه اللي هو المج. هبتدي ان انا ازوده له وهضربه في قلب الخلاط. هنا مش هنصفيه لان هو كده مش محتاج حاجه خالص. هبتدي احط الحله على النار وبحط كمان ربع كوبايه من الميه، وببتدي انزل بيه العدس في الخلاط زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. عامه المقادير انا هكتبها لكم مظبوطه في صندوق الوصف. يبقى احنا هنا حطينا كوباية وربع من المية على العدس اللي احنا ضربناه في الخلاط، وبديه كده رشة من الفلفل الاسود، ولو احتاج معاكي ملح بتديه رشة كمان من الملح. بتديه كده تقليبة وبتسيبيه كده على النار هادية خالص لحد ما نبتدي نعمل التكة الاخرانية. هنجيب بقى كده طاسة ونحطها على النار، وبحط فيها ربع معلقة من الزيت، وبحط فيها قطعة من الزبدة. انا عندي هنا سمنه جاموسي اللي هي السمنه البلدي ضفتها بس يا دوبك الطاسه تسخن. عندي راس توم مفرومه ناعم ببتدي ان انا انزل بيها. راس توم صغيره او 5 فصوص توم كده كبار، بتبتدي ان انت تخرطيهم كده ناعم وتنزلي بيهم كده على طول. بتبتدي تشوحي فيها لحد ما يوصل معاكي للون الذهبي. اهم حاجه ما تخليش يوصل للون البني عشان ما يمررش معاكي ويبقى طعم الاكله يبوظ منك. يبقى انت هنا بتخليه اللون الذهبي. خلاص. ببتدي ان انا اجيب بقى العدس على طول كده واروح قايمه حاطه عليه الطشه بقى بتاعه التومه دي. ومش قادره اقولك بتخلي طعم العدس فيه منتهى الجمال بصراحه. وجبه جميله جدا، والعدس بالطريقه دي في منتهى الجمال. هنا بقى حدي تقليبه بقى كويسه بحيث ان العدس يتجانس بقى كله كده يتلخبط مع بعضه مع التومه بالطريقه دي. متهيألي الوصفة بسيطة جدا وسهلة، ولو أول مرة تعمليها الطريقة جميلة جدا. قلنا احنا خدنا منها حاجات على الطريقة التركية وغيرناها بتكات مصرية من عندنا. هبتدي بقى اجيب طبق التقديم وانزل بقى فيه كده بشوربة العدس بتاعتنا اهي، وابتدي كده ان انا اديت رشه كده من الفلفل الحلو اللي هو البابريكا، ندي بس منظر كده عشان العين كده تشوف حاجه حلوه. وابتدي كده عندك بقى عود اخضر بتحطيه، عندك قشره طماطميه تعملها زي ورده وتحطيها. وده كان العدس بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.